أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. عزيزتي الزوجة اللي بيغلي ست عن ست حنيتها، لا شهادة ولا تعليم ولا جمال. الزوجة المحبة الحنينة كنز الراجل، وغالية وما يقدرش يستغنى عنها، وموتها بيكسر ظهره لأنها بتبقى أم تانية بعد أمه. شايفين كسرة خالد زكي؟ تحسه طفل تاه من أمه في نص الشارع بين العربيات، وهو بيودع مراته قاعد يقول لها: ارجع اكلم مين هيهتم بيا ويسأل عليا. انا اعرف ازواج لما مراته ماتت مات وراها. النبي لما ماتت السيدة خديجة حزن عليها قوي، وسمى السنة اللي ماتت فيها بعام الحزن، وفضل فاكرها لآخر يوم في عمره، لدرجة إن السيدة عائشة كانت بتغير منها، وفي مرة قالت له: عجوز أبدلك الله خيرا منها. غضب النبي من كلامها وقال لها: والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر الناس بي، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. يا ابنتي، الست إيه غير بستان حب وجنة من الحنية؟ ده اللي بيفرق ست عن ست حنيتها، لا مال ولا جمال ولا شهادة ولا أهل. الحنية والحب والدفى دول لمبة الست اللي بينوروها وبيخلوا الراجل يشوفها ويدور عليها، ومن غيرها الست بتبقى ضلمة وخراب. أمهاتنا وجداتنا ما كانوش متعلمين، بس كانوا حنينين بالفطرة، عشان كده عمرنا ما نسيناهم، وأزواجهم كانوا بيحبوه. هتعرفي إنك بتحبيه بجد لما حتة النقص اللي عنده تشوفيها كاملة، لما تشوفي نفسك في تصرفاته، لما تشوفي كل الرجالة ملهاش ملامح إلا هو، لما يبقى وحشك وهو بعيد تشمي ريحته وبرفانه في الجو. بالك بيستعبط عادي لما أوقات ضعفك ووحدتك واكتئابك تبقي عاوزة تنعزلي عن كل الدنيا إلا هو. لما تلاقي حد شافك معاه وقالك ده بيحضنك بعينيه، يا بختك بيه. حتى لو اتجوزته وخلفته وانشغلته ما تلاقيش راحتك غير معاه. لما تحكي له اللي مزعلك من أبوك وأخوك وأختك وأمك وصاحبتك القريبة منك جدا، يبقى أقرب لك من نفسك. لما تصحي من النوم فجأة عشان تطمني عليه وكأنه ابنك، لما تحسيه سندك وظهرك في الدنيا بعد ربنا، وإنه مهما حصل لك مش خايفة ومش هتخافي مدام موجود. وطبعا هتعرفي إنك بتحبيه بجد لما ما تلاقيش راحة وأمان واحتواء غير معاه، هو وبس. الحب هو الحاجة الوحيدة الحلوة اللي في الحياة بكل أنواعه. مهمة المرأة في بيتها هي رعاية الأولاد والزوج، ورعاية الأولاد والزوج لا تعني فقط الانشغال بتنظيف المنزل والغسيل والكي والطبخ. هذه الأشياء مهمة، ولكن الأهم منها تفريغ الوقت للتعبير عن محبة الأولاد واحتضانهم، وقص القصص التربوية عليهم، وممارسة اللعب والدردشة معهم. والأهم من هذا أيضا اقتطاع وقت جيد للزوج يتم فيه التزين له والتعبير عن الحب بكل طرق التعبير الممكنة، وممارسة الأنشطة المشتركة التي تمتن الحب الزوجي من جهة وتصبغه بالصداقة الحلوة من جهة تانية. أولادك حين يكبرون لن يتذكروا كم مرة قمت بالغسيل والكي وتنظيف المنزل، وزوجك حين تكبر الفجوة بينكما لن يتذكر كم مرة طبخت له الكبة والمحشي. ما يظل في الذاكرة هو الجهود المبذولة للتعبير عن الحب وتعميقه وتجزيره. وقد فاز من عرف أولوياته وأعطى كل شيء حقه. هذا الكلام موجه للمرأة. هل يكتفي الرجل بامرأة واحدة؟ وما هو السر في تعلق الرجل بالمرأة دون بقية النساء زوجته؟
أولا، يجب أن تعرفي أن الرجل مختلف عن المرأة في كل شيء، في طريقة التفكير والحب أيضا، وكل رجل يختلف عن الآخر. أي نعم، هم متشابهون في بعض الأساسيات، ولكن تفرقهم تفاصيل كثيرة. ولذلك إذا أردت أن يحبك زوجك ويتعلق بك، ما عليك إلا أن تعودي نواقصه. كيف؟ السر يكمن في أن تكوني مفاتيح الحياة لزوج، يعني تشوفي زوجك ماذا ينقصه وتعمليه بطريقة ذكية وغير واضحة له. إزاي؟ لازم تعرف إن الرجل لما يتعود على الست ويشعر معها بالأمان والراحة، يصير كثير صعب يتركها ويخاف يخسرها. عوديه إنه يعتمد عليك في أمور كثيرة خاصة بينكم بدون ما يحس إنك بتعمليها عشان. يعني مثلا لما يجي من الشغل، عوديه بطريقة استقبال مختلفة وبسيطة وتكون محببة له. أو لما يقوم الصبح من النوم، عوديه إنك تعملي حركة بسيطة مع القهوة أو الشاي، أو تصحيه بطريقة فقط أنت اللي تعمليها كل يوم. دي عادة صغيرة بس مع التكرار لها مفعول السحر. وبعدين حتى لو فكر زوجك إنه يتركك، هيفكر مين اللي تعمل لي كذا وتفوقتي على كذا. وعوضي نواقصه أيا كانت، عاطفية نفسية أو فكرية. يعني في راجل يكون محتاج حنان ما أخذه في طفولته، أو محتاج صديقة تحاوره وتشاركه أفكاره. في رجل محتاج دائم دعم إيجابي واحتواء من شريكته. وفي راجل بيحب الأكل فأبدعي. لما تكوني متضايقة، اوعي تطلعي النكد والغضب والطاقة الذكورية على زوجك أو على أولادك، راح تفقدي الكثير من أنوثتك، وكمان بتبعدي زوجك عنك. طب أنا متضايقة أعمل إيه؟ أقولك، عودي زوجك أو اكتب له ورقة قبل ما تتضايقي كقاعدة ليكي. لو شفتني رافعة شعري مثلا، معناها أني متضايقة، عشان ما يزودش عليك. وتكوني في الأيام العادية مثلا مش رافعة شعرك. ده مثال بس. وبالتالي لما يرجع زوجك على البيت ويشوف شعرك، يفهم انك متضايقة بدون ما ترفعي صوتك او تنكدي او تغلطي نفسك. والتزم الصمت لغاية ما تروقي او تحل المشكلة. وقومي بواجباتك كلها، خصوصا مع نفسك. تعطري وخليكي دائما نظيفة وفريش. احيانا تلاقي راجل حنين في بيته بيحاول يعمل كل حاجة يقدر عليها والحياة تطحنه. يحاول يضم، يحاول يعوض أي نقص مادي بشيء معنوي أو العكس. ومع طول المدة ودخول الروتين بيحصل خلل. في ناس بتعرف تجدد، وفي ستات بتتحمل ده، وفي ناس بتعيش ببرود مع بعض لمجرد إنها حياة وماشية. لكن وللأسف في السنوات الأخيرة بتلاقي الست كرهت جوزها، مش عاوزاه، مش متحملاه، بالرغم من إنه غير مقصر وبشهادتها، أو في صفات كثيرة حلوة، بس هي شايفاه مثالي زيادة عن اللزوم وبيثق فيها ثقة عمياء، فبيتمرد على الوضع ده. وبسبب الاختلاط في الشغل أو غيره وكلام السوشيال ونقص الدين وحاجات كتير قوي، قلبها يميل لكلام بتسمعه من حد تاني. ولما القلب يميل بيحصل شرخ، وتعيش في صراع مع نفسها، وتبدأ تقول مش عاوزة الإنسان اللي عايشة معاه. وهم جواها بيكبر، وتبدأ تكون صداقات خارجية، أو بالمعنى الأدق صداقات وهمية، أسرارها كلها بتطلع بالتدريج لشخص تاني. ولأن شيطان النفس شاطر، بيبتدي عليها يصور مقارنات كتير تزرع جواها عدم تقبل لشريك حياتها، وتقف في النص حالة توهان. ما بتبقاش عارفة تحدد موقفها، مش عارفة هي عايزة ايه. هي عمرها ما بتكون حاسة ولا شايفة انها بتخون خيانة عقل. وممكن احترامها لنفسها بيمنعها من الوقوع في الخطأ الجسدي، لكنها في الآخر
خيانة لميثاق غليظ. كلام حلو كتير بتسمعه، مش هتحس بأي كلمة ولا أي فعل من شريك حياتها، وهتعتبره نوع من أنواع التلزيق. وهتشوف أي فعل طيب من شريك حياتها فعل دمه تقيل. وطبعا الشيطان موجود باسم صديق هيستغل الموقف. القلب مش عليه سلطان فعلا، وميلان قلب الست مصيبة في حد ذاته، وهيتزرع جواها شعور بإن الحب مش كل حاجة لاستمرار بيتها. وفجأة هتبقى إنسانة أنانية بتحب نفسها وبس. هتهتم بنفسها بره البيت أكتر من جواه. هتحب نفسها في وسط المجتمع الكذاب. هتهرب من حضن بيتها الدافئ، وهيتحول لكتلة تلج مصابة بسرطان الخرس الزوجي. وكل حاجة هتنهار، والزوج من كتر محاولاته الفاشلة هيدخل في حالة جنون. ومش بعيد يزهق ويغلط هو كمان، وهيكون غلطة أجمل هدية قدمها على طبق من ذهب للقضاء على شعور الذنب اللي عايشة بيه الست دي. وينهار الميثاق، وصدقوني بعد انهياره مفيش قلب منهم هيرجع زي ما كان أبدا. أما عن المتهم الحقيقي، الله يعينه على نفسه. بطلوا بقى عناد مع بعض، وكفاية خراب بيوت وهبل، وكل واحد يتقمص ويقول أنا اللي على حق. قربوا من بعض، واشتروا خواطر بعض، وتعلموا ازاي تتكلموا من أول يوم. اللي بيشيل جواه وبيقول معلش أكبر دماغي المرة دي عشان المركب تمشي غلطان، هتكبر مرة ولا اتنين ولا تلاتة، لحد ما الطرف التاني هيفتكر انه عادي، وهيبقى أمر مسلم بيه. وسنة ورا سنة هتبقى حاجة خانقاك ومش هتعرف تغيرها. واللي بتقول هو الراجل وهو اللي لازم يعمل ويسوي، هو اللي لازم يحركني برضه، هو مش آلة وكاهن ومطلوب منه يعرف لوحده انت بتحبي ايه وبتكرهي ايه وبتتضايقي من ايه. يا جماعة، راجل وست يعني اتنين مش واحد. وبالصمت والسكوت بسبب تربية غلط أو عادات غلط هنقرب من بعض ونفهم بعض. اتعلموا ازاي تتكلموا من الأول وتقربوا من بعض من الأول. واللي مش عاجبك قوله. الطرف التاني شريك حياتك. حط تحت كلمة شريك حياتك دي مليون خط، وافهم معناها. هيكون شريكك في النجاح والفشل، في الفرح والحزن. أي مصيبة هتحصل هتأثر على بيتكم اللي مفروض إنكم بتبنوه مع بعض. يبقى لازم تبنوه بالمودة، بالصبر، مش بالزعل والخناق. كراجل ما تخوفهاش إنها تيجي تتكلم معاك في أي حاجة مهما كانت صغيرة. لازم تهتم بكل تفاصيلها مهما كانت تافهة. راعي إنك واخد واحدة من بيت كانت عايشة فيه ملكة، وكل حاجة بتتعمل لها، وفجأة بقت معاك في بيت بين أربع حيطان. في الأول مهما كانت درجة الحب بتكون خايفة، لازم تودها وتطمنها. والست لازم تتعلم ازاي تضم جوزها وتصبر عليه، ولو متضايق من حاجة تحاول تعرف في ايه من غير لو يبوظ وخناق. تراعي ظروف شغله أو خنقته، تتكلم معاه في أدق تفاصيله وتفاصيلها ومتطلباتها. كواحدة ست خليها هي اللي تقولك كل حاجة من غير ما تستخدم أسلوب التفتيش وراها، لأنها تحس ساعتها إنك واحد شكاك مهما كانت نيتك، ولو كانت خوف وحب وغيره. مشاكلكوا حلوها سوا بين الأربع حيطان. لو دخل نسمة هوا من شخص تالت، سواء من الأهل أو الصحاب أو طرف تالت غريب، مهما كان هيسبب مشاكل، لأنه يسمع من طرف واحد وعاوز يرضيه وخلاص. الراجل سند، والست كمان سند، وعمر ما سقف بيت بيتشال على عمود واحد بس. يا ريت نفهم يعني ايه حب، يعني ايه ارتباط، ويعني ايه راجل وست. كلمة ده ابن أصول أو ابن ناس مش مقصود بها حاجة طبقية أو مقياسها الفلوس أصلا. ابن الأصول ده بيبقى له صفات كتير
بتخليه في نظر الناس ابن ناس وابن أصول. ممكن يبقى آخر جنيه معاه بس ما يبصش لحاجة غيره، وممكن يعزمك بالجنيه اللي معاه ده. ابن الناس بيبان في الخلافات، وأصله ومعدنه بيظهر. هل هو ممثل إنه شخص كويس وفي المواقف مش تمام، ولا هل هو ابن ناس؟ هل بيعاملك بمواقفك كلها كاملة، ولا بيستفيد من الحلو بتاعك، ومع أول موقف فيه اختلاف أو تضارب مصالح أو حتى غلطة غير مقصودة يدوس عليك وما يراعيش أي حاجة؟ ابن الناس بيبان في لحظات ضعفك، أو وانت عندك مشاكل، أو لما بيغلط في حقك. رد فعله وتقديره وأصله بيبان. ابن الناس تلاقيه بيحب الخير لغيره، وبيسعى للغير من غير ما يحسبها. ابن الناس لما تعاشره، سواء في سفر أو في شغل، أو تشاركه أو تناسبه، تلاقيه صاحب مبدأ ما يتغيرش تحت أي ظرف. ابن الناس ما فيش لا فلوس أو سلطة أو نفوذ أو علم أو ظروف صعبة تخليه يتغير أو يبقى بشخصية تانية. دائما بتلاقيه ثابت مهما حصل. ابن الناس لو العالم كله اتكلم عليك وحش وظلموك، دايما تلاقيه أول واحد يدافع عنك ويرد غيبتك، لأنه عارف تمامك من مواقفك معاه، مش كلمة توديه وكلمة تجيبه. ابن الناس تلاقيه حسن الظن ويواجهك، ولو لاقيك متغير أو موقف حصل يضايق، مش منافق أو عنده رياء. ابن الناس مش منافق، وما يفرقش معاه إنه يبقى بميت وش الناس تحبه. ابن الناس في الشغل، سواء زميل لك أو حتى منافس لك، بيبقى ابن أصول وعارف له وعليه إيه، وبيحب الخير لغيره ومركز في نفسه، ودائما بيساعد الناس ومتواضع. ابن الناس بيكون عارف إنه مسؤول، قد مسؤوليته، سواء تجاه أهله أو أصحابه أو زمايله في الشغل، أو تجاه الناس عامة وأفعال الخير. لو في حياتكم ولاد ناس، حافظوا عليهم، لأنهم مش كتير اليومين دول، هتعرفوا قيمتهم قوي لما تفقدوه. الإنسان الأصيل هو شخص استثنائي، يحافظ دايما على ثباته وعقلانيته، ويقحم نفسه بحب كبير في حياة أحبائه. هو دائما العين الرقيبة والضمير اليقظ. طيبته قد تنافس طيبة قلب الأم، وهو ذلك الشخص الذي تطلبه وأنت متأكد أنه لن يقول لك أنا آسف لا أستطيع أو أنا مشغول. فهو يعطي بسخاء من قلبه ووقته، وقد يحدث أن يعتاد الكل منه جميل خصاله لدرجة أنهم يتناسوا كلمة شكر أو امتنان في حقه، وهو لا ينتظر منهم ذلك كرما منه وصبرا عليهم. لكن اعلم أنك مثلما تحتاج دعمه فهو أيضا يحتاجك، لكنه لا يطلب، فقد أبت نفسه ذلك. في قاموس الاجتماع العطاء والاكتفاء. عودوا أنفسكم أن العطاء يقابله عطاء. عودوا أنفسكم على كلمة شكرا لأحبائكم من يقفون وراءكم في السراء والضراء. قل شكرا لأنك معي، شكرا لأنك تدعمني. عودوا أنفسكم على تحمل أخطاء بعضكم، فلن تجد صديقا بلا عيوب أو حبيبا بلا أعذار. التمسوا لبعضكم الحق في الغياب والنسيان وكل الأعذار، وفي أقصى الألم عانقوا اللحظات الجميلة، وتبادلوا الصبر بالصبر والمحبة بالمحبة. أنجوا بأنفسكم من وعكات الخيانة والكذب والنسيان، واعبروا أقرب طريق إلى السعادة. لا تقتلكم جرعة ألم على وجه الخطأ. ارموا بحمولة الذكريات الأليمة على قارعة الحياة، ولا تجعلوها محور حياتكم فتزداد تضخما بقلوبكم. وكونوا في الحياة كحبة السكر التي تذيب مرارة الأيام. وأولا وأخيرا ودائما توكلوا على الله، فهو خير وكيل. ولاد الأصول ما ينفعش تتلخبط فيهم، كل تفاصيلهم بتحكي عن رقيهم، عن احترامهم
عن عزتهم، عن جدعنتهم ونزاهتهم، عن شبعهم وعن شياكتهم، عن تحملهم للمسؤولية، عن احترامهم للكلمة، عن رزانتهم وعقلهم، عن اتزانهم وقوتهم، عن صبرهم وعطائهم، عن صدقهم ووضوحهم اللي باين في عينيهم، في نبرة صوتهم وفي كل خطواتهم. كتير عندهم أخلاق، لكن دول مهتمين بتفاصيل الأخلاق. ناس بتجبرك تحترمهم وتعاملهم معاملة خاصة. ناس بتجبرك تنتقي مواضيعك وحكاويك وكلماتك معاهم. ناس بتجبرك تطلع أحلى ما فيك. ناس عندهم القدرة يترفعوا عن اللي ملوش لازمة. عندهم القدرة ينسحبوا بهدوء لو مع ناس مش مناسبة. الناس دي بتعرف تشتري نفسها صح. ناس متكلفة اشتغلت على نفسها قوي. الناس دي ما عندهاش وقت ولا طاقة تضيعها على أمور مش هتضيف أو هتنقص من سلامها النفسي. مش هتعرف تجاريهم لو مش نفس طريقهم. هما قطعوا كتير من الطريق ده، فمش هيقفوا في مكان يرجعهم ورا. يا تكمل في نفس طريقهم يا تسيبهم وتمشي. قبل الكلام عليك مني السلام، واسمعني وركز في الكلام. قبل ما تشتري على الأصل اسأل، قبل ما تسأل وتقول بكام. لو لقيت الأصل على البركة وتمام، واشتري حتى لو السعر كام. اوعاك تشتري من غير ما تسأل، لا يطلع اللي اشتريته مش تمام. غير الأصل عمره ما يفيدك حتى لو بان حلو وتمام. اشتري الأصلي، ده عملة نادرة، محتاج اللي يدور عليه ويسعى. أديك شايف الأونطة مالية الدنيا، واللي ملهاش أصل ولا سمعة. وياما ناس اشترت حاجات منظر شكلها حلو لكن الأصل مش هو. ودلوقتي ادينا عايشين وبنشوف عن حاجات ملهاش قيمة، وبنسمع اشتراها ناس بميات وبألوف، معمرتش معاهم ولا عاشت، عشان مش أصلي وأي كلام. اشتري الأصلي تعيش متهني، الأصلي معاه تعيش مرتاح، وإيدك في إيديه ويزقك لقدام. تحية إلى كل زوجة تقدر ظروف زوجها وتعيش بالرضا على ما رزقهم الله، دون النظر إلى ما متع الله به غيرها. تحية واحترام لكل سيدة نزعت الأنا مع زوجها، فكانوا وجهين العملة واحدة، وجعلت منزلها جنة. تحية لكل سيدة تفرح وترسم بالبهجة في المنزل بأقل الإمكانيات، أو تختلقها لتجعل بيتها سعيد. تحية وتقدير لكل أم تذهب خلف أبنائها في المدرسة والدروس وتتابعهم حتى حفظت دروسهم، تخرج منهم رجال وزوجات صالحين. تحية لكل سيدة تذهب تزور أخوها أو ابنها أو زوجها في المستشفى أو في السجون. تحية لكل زوجة تتحمل مسؤولية بيتها في غياب زوجها، وتكون هي الرجل في حزمه والأم في حنانه. تحية واحترام لكل سيدة تخرج من الفجر تعمل وتساعد زوجها في ظروف الحياة مهما كان البرد والصقيع. تحية لكل سيدة تبيع خضار فاكهة قماش أو أي شيء لتربي أبنائها وبناتها. تحية واحترام لهذه السيدة العظيمة المسمى الأنثى، والتي تتحمل الألم والتعب والقهر والإجهاد حتى المرض دون تذمر. اللهم بارك فيها وعوضها خير الجزاء على ما تتحمله. تديني وردة هردها لك وردتين، تديني قلبك أبقى ليك مخلص أمين، تألمني مثلا بالكلام همشي وأقول باي باي سلام. تديني وقت الشوق برود، هتلاقي بعد بدون ردود. تزرع حنان تحصد غرام مليان وفا، تزرع فراق تحصد سنين بعد وجفا. تملكني لو صدقتني، تقتلني لو خونتني، وإذا جيت في مرة كسرتني هبنيك بإيه من غير دراع. أنا كنت بير أسرار في يوم لخسيس نشرني على المشاع، ما ظلمتوش ما جرحتوش، ده أنا كنت ليل ونهار معاه والشدة جات ولا شفتوش.
فكر كتير قبل ما تيجي وتعترف بمحبتي. أنا صعبة جدا صحبتي، وفي وقت حزني ووحدتي لازم كمان أمسح بإيدي دمعتي. نفسي العزيزة المؤمنة شبعانة رغم الكون جعان، ياكل بعرقي على الجبين، ولا عمري بقبل أكون مهان. لو كنت عاوز حد يبقى صديق وخل، ويكون كمان فوق الطريق كدليل وظل، صدقني يبقى يا مرحبا. فضفض تلاقي القلب فوق روحك بينزل طبطبة. لو لا يا ريت ما تجيش في يوم تعمل حبيب. لو جيت كتعلب في الظلام فأكيد هتيجي تلاقي ديب. الحياة معركة وأنت فيها محارب. هزيمتك في أمر ما ليس معناه هزيمتك في معركة الحياة، بل معناه هزيمة في جولة فقط. وعليك النهوض وإصلاح الخلل والمضي قدما. وانتصارك في أمر ما ليس معناه انتصارك في معركة الحياة، بل هو انتصار جولة فقط. فلا تتكبر ولا تغتر، بل خذ حذرك وامض قدما. وستظل هكذا تتقلب بين هزيمة ونصر، وستتقلب أحوال نفسك معك. ومن خضع للهزيمة وترك نفسه في غياهب الحزن والألم من الخسارة خسر المعركة. من اغتر بنصره ورأى في نفسه القوة ركن إلى الدنيا وثبتت همته وخسر المعركة. والذكي هو من أدرك أن معركة الحياة ما هي إلا تقييم لما وصلت إليه نفسه من قوة ووعي. وكل خسارة تعني أنه يحتاج إلى إعادة إعداد وضبط، ومع كل نصر يحتاج إلى المحافظة والاستمرار للثبات. لو شخصيتك ضعيفة ما تتجوزش واحدة شخصيتها قوية، عشان مش هينفع صدق. لو بتحب الشخلعة ما تتجوزش الخجولة وترجع تشتكي منها وتعرف عليها المشخلعة. لو هتحكي مشاكلك مع مراتك لأهلك وصحابك يبقى خليك مع أهلك وصحابك وملكش دعوة بالجواز. لو فاكر إنك لما تصير غيرة الست اللي معاك بقصص زي صاحبتي فطرتني وزميلتي ضحكتني كده هتشوفك راجل جامد ومرغوب، يبقى ما تتجوز. لو ردك على المشاكل هيبقى أنا الراجل وتعملي اللي بقول عليه من غير ما تشرح للطرف التاني وجهة نظرك وتقنعها بهدوء، يبقى ما تتجوز. بص يا عزيزي، كل فولة ولها كيال، ومش عيب تصارح نفسك بقدرك وتعرف ايه اللي تقدر عليه وايه اللي ما تقدرش عليه. ده احسن ليك بدل ما تعيش تعيس وتبهدل بنات الناس معاك. هل انت مستعد لتواجه الاحباط؟ هل انت مستعد لتواجه التقليل من شأنك؟ هل انت مستعد لتواجه هجوم لقتل حلمك والتقليل من احلامك واهدافك؟ اذا كنت مستعد لمواجهة الامور دي فانت بكده قادر على تحقيق حلمك والوصول الى اهدافك مهما كانت صعوبته. لما هتفكر تبدأ مشروع هتلاقي المثبطين شغالين على دماغك، وفي الناحية التانية هتلاقي الجماعة بتوع الحياة وردي شغالين على رسم لوحات فنية لنجاح بدون تعب. الموضوع غير كده خالص، انت هتتعب وهتتلذذ بلذة الوصول، وزي ما بيقال المتعة في الرحلة وليس في الوصول. خليك مستعد بأمرين عشان تعرف تكمل وتوصل. الأمر الأول التوكل على الله، وده بيكون بالأخذ بالأسباب، بكل الأسباب اللي ممكن من خلالها ممكن تحقق حلمك. الأمر التاني عدم التعلق بالأسباب، فلو حصل إنك سلكت طريق وما وصلتش اوعى تمل، ويكفيك إنك تعرف إن الطريق ده مش بيوصل للنجاح. الغلطة دي جزء من بناء المعرفة جواك. ممكن يبقى في حد راضي بقضاء ربنا، وممكن جدا إن ربنا كاتب له الخير، بس يبقى تعبان أو حزين أو مجهد من كتر الخبطات والصدمات اللي شافها في حياته، وحتى هو بيعيط بيقول يا رب. ده مش معناه إنه مش راضي،
بلاش كل ما تشوفوا حد تعبان وحزين تقولوا له انت مش راضي، اصلك بعيد عن ربنا. لو بس تسلم امرك لله هتبقى سعيد. عامل للنبي عليه الصلاة والسلام فقد في زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وعم أبو طالب سماه عامل حزن بسبب حزنه الشديد عليهم. ولما فقد ابن إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. الحزن ملوش علاقة بالرضا ولا بدرجة الإيمان. ما تحملوش الناس فوق طاقتها. ممكن أكون حزين وراضي، ومن هنا جت دعوة اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. عندما تعتقد أن حياتك متوقفة بسبب صدمات الماضي، وأنك تحتاج الرجوع بالزمن لعلاج هذا الخلل والتصالح معه، فأنت في طريق خطأ وتضرب بعرض الحائط. أحد أهم القوانين الكونية وهو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حقيقتنا كل خذلان أو تجربة مؤلمة في الماضي هي في مصلحتك لصناعة نسختك الجديدة، ولكن إذا استطعت أن تؤمن بذلك لا أن تتألم وتمضي بحظك، وإذا استطعت أن تتعلم من الدرس وتحصل منه على اليسر، فكل ألم أو عسر يخلق الله معه اليسر في نفس اللحظة. ولكن اليسر لا يظهر لمن يلعن العسر ويعتبره صدمة ونقمة. يظهر اليسر عندما ترضى بالقدر الذي أصبح أمر واقع، عندما تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ بكل يقين أن الله يختار لك الأفضل حتى في الصدمات، فهو يختارك لرسالة معينة حتى في أبشع الحالات. لذلك لا تنبش في رماد الماضي وتتقمص دور ضحية الماضي. عيش اللحظة والآن وتصالح مع كل ماضيك حتى تستطيع استغلال تجارب الماضي في تقوية نسخة المستقبل. فهناك فرق بين شخص يعيش حياته يبحث عن الطفل الداخلي، وعن شخص يستخدم آلام الماضي كوقود يدفعه بقوة للمستقبل. فالطفل الداخلي لا يحتاج علاج، فهو ليس مريض. والتحرر من صدمات الماضي ليس إلا عدم رضاك بالعسر، وبالتالي عدم حصولك على اليسر وعلى النسخة الجديدة القوية. الماضي صفحة واحدة تقبلها بالكامل بدون التقليب فيها، ثم اقلب الصفحة ببساطة وركز على المستقبل باستخدام خبرة هذا الماضي وبيقين أن كل ما حدث كان خيرا لك. استيقظ وعيش جمال اللحظة ولا تكن مريض الماضي. طالما أنت على قيد الحياة ستظل تتعلم. ستتعلم أن ليس كل شيء جميل سيدوم. ستتعلم أن هناك أشخاص ستكون مراحل في حياتك تأتي لغرض يعلمه الله وسترحل. ستتعلم من الذي تبكي على كتفه، وستتعلم أنك أحيانا يجب أن تمسح دموعك بيدك أنت فقط. ستتعلم أن تحب وتتعلم أن تفارق وتفقد جزءا من روحك وتكمل. ستتعلم من الناس التي جرحتك وخذلتك، وستتعلم من الذين جرحتهم. وسترى الدنيا وهي تدور وتعلمك أن الشيء الوحيد والأكيد أن لا حال يدوم. ستتعلم ماذا تعني الثقة وماذا تعني الشهامة والأصول، وهذه الدروس ستتعلمها من الخائن وقليل الأصل قبل أن تتعلمها من الصاحب الشهم ابن الأصول. تتعلم أن تعيش بالقليل من التشوهات داخل نفسك، ولكن سيكون ذلك عادي أو غير عادي، كله خير. ستتعلم أنه ما زال أمامك الكثير، وستظل تربي نفسك، وكلما تعلمت ستدرك أنك أمام علم الله قليل جدا. ستتعلم أن هناك أشخاص في حياتك لا يجب أن تتركهم أبدا، ويجب أن تتشبث بهم بكل قوتك لأنهم لا يعوضون أبدا. وتتعلم أنك أحيانا يجب أن تفتح الطريق لمن يريد أن يرحل، وأنت قلبك راضي وماضي في سبيلك.
ومن أكبر الأشياء التي يجب أن تتعلمها هي أن تسامح نفسك وتسامح من حولك، وتتعلم أن أكبر كنز لك هي أعمالك الخالصة لله. وإن كان الله كتب عليك أن تجاهد في حياتك، فعليك أن تجاهد في الطريق الصحيح ومع الناس الصحيحة ومن أجل الهدف الصحيح. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.